نمر إلى شيء من السياحة بالجزائر. القصر العتيق أو القواس من أقدم المعالم التاريخية ببلدية حد الصحاري بولاية الجلفة. معلم لا زال يشهد على تاريخ العريق للجزائر لكن يعاني التهميش. التفاصيل مع كريم يحيى. لطالما ارتبط اسم مدينة حد الصحاري بالجلفة بالقصر العتيق أو الأقواس، والذي يعود بناؤه إلى نهاية القرن التاسع عشر، فهذه الأقواس تروي لنا قصصا كثيرة ارتبطت بهذا المكان وعن كفاح وصمود هذه المنطقة عبر التاريخ. هذا القصر الذي نحن متواجدون به الآن هو ما يسمى بالأقواس، وهو أقدم بناء في مدينة حد الصحاري، المدينة الحديثة، لقد ذكرها ابن خلدون في المقدمة. يعود بناء هذا القصر العتيق في مدينة حد الصحاري إلى نواحي 1880 بداية البناء نتاعو، واستغل في 1901 على حسب ما هو متداول في المنطقة. القصر العتيق بمدينة زنزاش لم يعد كسابق عهده، إذ تهدمت أجزاء منه بفعل عوامل الطبيعة والبشر. نرانا متواجدين في هذا المعلم التاريخي اللي راه الآن أصبح عرضة للمتشردين وللأطفال وللتخريب والعوامل الطبيعية من خلال الانهيارات اللي لاحظتهم في هذه الصور. بما أنه منطقة الأقواس صنفت كمعلم تاريخي وأثري لبلدية حد الصحاري، نتمنى أنه السلطات على مستوى حد الصحاري وعلى مستوى الولاية أنه يتخذوا التدابير اللازمة باش يحموا هذا الأثر. رغم تصنيف مديرية الثقافة مؤخرا لهذا المعلم الأثري، إلا أن وضعيته تستدعي تدخلا عاجلا من وزارة الثقافة لإنقاذ تاريخ هذه المنطقة من الاندثار.